السلام عليكم. ان شاء الله النهارده معانا سيكشن 8 هناخد فيه حاجه بسيطه جدا اسمها الماتريكس ترانسبوز او مدور المصفوفه، وده كده الرمز بتاعها اللي هو A of T. طيب يعني ايه مدور المصفوفه؟ خلينا كده ناخد مثال بسيط نفهم بيه الدنيا واقول لك يعني ايه. على سبيل المثال المصفوفه اللي قدامك دي اللي هي 3 في 2، لو عايز اجيب الاي ترانسبوز قال لك يا معلم خلي كل صف عمود، يعني الصف الاول 1 و2 بقى العمود الاول في اي ترانسبوز، والصف الثاني بقى العمود الثاني، والصف الثالث 5 6 بقى العمود الثالث في اي ترانسبوز. من الاخر يا معلم convert any row into column or switching، يعني بدل الرو بالكولوم، يعني خلي الرو كولوم والكولوم رو. طيب ناخد كده some properties او بعض الخصائص لمدور المصفوفة. لو عندي ايه ترانسبوز خدت لها ترانسبوز برضو يبقى ده هيديني الدالة الأصلية. على سبيل المثال لو عندي الماتريكس دي وبعد كده عايز اخد ترانسبوز بتاعها، فهقلب العمود الأول يكون الصف الأول 1 0 بقى 1 0، تمام. بعد كده 0 1 اللي هو الصف التاني بقى عندي العمود التاني. طبعا هنا الايدنتيتي المدور بتاعه هو الايدنتيتي فنغيرها، خلي هنا 2 فبقت الاتنين عندي هنا في العمود الأول. طبعا هنا لو اخدت ترانسبوز كمان فاداني الدالة الأصلية بتاعتي، يبقى اذا ايه ترانسبوز هيديك الدالة الأصلية. طيب لو عندي اي بي كل ترانسبوز فده هيديني بي ترانسبوز في اي ترانسبوز. خد بالك هنا ان انا عكست. طيب ايه السبب؟ تعالى كده بص معايا على الاي بي هنا وبص معايا هنا على حاصل ضربهم. لو اخدت بالك ان حاصل ضرب الاي بي كان 50 و122، تمام. فحاصل ضرب الاي بي ترانسبوز ده كده هيديك 50 و122 بس بدل ما بقت كولوم بقت رو. طيب جميل خالص. تعالى كده نجيب البي ترانسبوز. فالبي ترانسبوز بتاعتي اهي، تمام. خليت العمود دوت بقى ايه؟ بقى صف. طيب والاي ترانسبوز ادى الاي نفسها هناخدها كوبي بيست. بعد كده يا معلم بدل العمود الاول بقى الصف الاول، بعد كده العمود الثاني بقى الصف الثاني، بعد كده العمود الثالث بقى الصف الثالث، تمام. طيب بعد كده احنا لسه واخدين اي بي كل ترانسبوز، ده كده بي ترانسبوز اي ترانسبوز. طب تعالى نتاكد من الكلام ده. ادي كده البي ترانسبوز مضروبه في الاي ترانسبوز. طيب جميل خالص. هنضرب الصف الاول في العمود الاول، الصف الثاني في العمود الثاني، تمام زي بعضه. اهم حاجه اتاكدت من السايز ان هو تمام مفيش اي مشكله في هذا الموضوع، فيديني طبعا سايز 1 في 2، تمام. طيب اما ضربت يا شباب اداني ايه؟ والله اداني ال50 وال122 اللي كانوا معانا. ادى الصف الاول في العمود الاول، تمام. اداني 9 في ال3 بلس ال6 في ال2، تمام. فالمهم ادتني في الاخر ال50، والصف الاول في العمود الثاني اداني 122. فطبعا هنا لو انت خدت بالك ده هو الاي بي الكل ترانسبوز. طب ليه ما ينفعش البي ترانسبوز في الاي ترانسبوز؟ اهو ده السؤال. تعالى كده نجرب هندسه. لا هو السايز اصلا يعني ايه بس كده ما ينفعش لان السايز بتاعي مش مظبوط. طيب نكمل الخصائص. وليكن عندي هنا سكيلر اسمه R مضروب في الماتريكس A وسكيلر اسمه S مضروب في الماتريكس B، جمعينهم على بعض واخدين الكل ترانسبوز. هي يا هندسه لو اخدت ترانسبوز الاول بعد كده ترانسبوز للتاني وجمعتهم على بعض، والسكيلر طبعا ملهوش ترانسبوز زي ما هو. طيب تخيل معايا كده اف لو عندي ال A بتساوي A ترانسبوز، يعني جبت A ترانسبوز ولقيتها هي ال A زي السؤال بتاع الايدنتيتي اللي جه من شويه، فبسميها سيمتريك. طيب لو ال A طلع بيساوي ماينس A ترانسبوز ففي الحاله دي بسميها سكيو سيمتريك. مفيش اي مشكله لحد هنا. طيب تعالى ناخد امثله على هذا الموضوع. وليكن عندي ال A بتساوي الشكل دوت ماتريكس 3 في 3، فهندسه هنا عايزين نجيب ال A ترانسبوز. طيب تعالى كده نجيب ال A ترانسبوز. اما جبت ال A ترانسبوز ادى الصف الاول بقى العمود الاول، الصف الثاني العمود الثاني، الصف الثالث بقى العمود الثالث. مفيش اي مشكله لحد هنا، تمام. طيب ايه اللي انت بقى واخد بالك منه؟ ايه ده الايه بتساوي الايه ترانسبوز. الصف الاول هو الصف الاول، الصف الثاني هو الصف الثاني، الصف الثالث هو الصف الثالث. سبحان الله. طيب بص كده على الدايجونال، ده مرايه. لو جيت تبص اللي فوق هو ايه؟ هو اللي تحت. الدايجونال مرايه. ادي 1 1 3 3 سالب 3 سالب 3. فبالتالي انا كده لو عملت ترانسبوز هو الدايجونال ما بيتغيرش شباب. هتجيب ترانسبوز ماتريك الدايجونال هو الدايجونال، تمام. بالتالي بمجرد النظر انت هتبص على الدايجونال هتلاقي اللي فوق اللي هو الابر شبه ايه؟ شبه اللور. طالما شبهه بنفس الاشاره يبقى اذا هنا ده اسمه شباب سيمتريك ماتريكس او الاي بتساوي الاي ترانسبوز. طيب ناخد مثال اخر. لو انا عندي الاي بتساوي 0 1 3 سالب 1 0 2 سالب 3 سالب 2 0. طيب
بص كده على الدايجونال، خد نظره. انت خلاص عرفت نوعها من قبل ما نكمل. تعال نجيب ايه ترانسبوز هندسه. اما اجيب ايه ترانسبوز، خلي الصف الاول عمود اول، تمام، الصف الثاني خليه عمود ثاني، الصف الثالث خليه عمود ثالث. طبعا انت استنتجت يعني مش محتاج. طب ايه يا معلم اللي انت واخد بالك منه؟ ايه ده الصف الاول هو الصف الاول بس بسالب، صح؟ الصف الاول الثاني هو الثاني بس بسالب، الصف الثالث هو الصف الثالث بس بسالب. طب بص كده على الدايجونال، ده مرايه بس اللي فوق عكس اشاره اللي تحت. ايه ده مرايه برضو بس اللي فوق عكس اشاره اللي تحت. لو خدت بالك هنا كان موجب سالب، كانك دورتهم مكان بعض. يبقى في الحاله دي اسمه سكيو سيمتريك. ليه؟ لان الايه بتساوي ماينس ايه ترانسبوز. هو سيمتريك بس هنا بعكس الاشاره. يبقى اعرفها ازاي؟ بص على الدايجونال اللي فوق عكس اشاره اللي تحت على طول سكيو سيمتريك. من الاخر